بقى شاطر، هو انت ايه على طول كده متعب ومش بتسمع الكلام؟ يعني اشمعنى انت ما كل العيال اهي كويسه وبتذاكر وشايفه مصلحتها، اشمعنى انت ما فيش فايده فيك؟ يا اخي انا تعبت وقرفت منك. انا بجد مش عارفه اعمل ايه، مفيش حاجه نافعه معاك، لا ذوق ومسايسه نافعه، ولا تشجيع نافع، ولا زعيق نافع. نفسي افهم انت بتعمل كده ليه. دي كلمات بتتكرر في كل بيت، وبيكون الهدف منها بس ان احنا نشجع ولادنا او نربيهم او نخليهم يكونوا احسن. لكن للأسف الحقيقة ان هي بتكون صورة سلبية عن نفسهم. الطفل الاول بيبقى مش مصدق الكلام، بعد كده بيشك ويبدأ يسأل، وبعدها بياخد فكرة عن نفسه انه وحش، انه سلبي، انه مش كويس، انه عمره ما هيقدر يعمل حاجة كويسة. يبقى ليه يحاول؟ ولو عاوزة تعرفي ازاي تتصرفي في مشاكل ولادك وتربيهم احسن واحسن، تابعينا عشان تلاقي طرق صح.